استغلي جو البرد والسقعة الأيام ديّة وابتدي مشروعِك على طول، مشروع سهل من البيت تقدري تعمليه بمكونات سهلة جدًا ومتوفرة عندِك، ما فيش أي سوبر ماركت دلوقتي أو محلات تنزلي ما تلاقيش عنده بيبيعها، كله بيبيعها بلا استثناء، يعني طريقتها سهلة جدًا وما بتاخدش وقت خالص، شوفوا الجمال! طلعت مضبوطة جدًا وطعمها حلو جدًا، وهاقول لكم كمان إزاي إن أنتم تبتدوا تعملوها مشروع وإيه هي الخطوات. هنعمل المفتقة أو الحلبة المعقودة أو على حسب ما بتسموها في بلدكم، يلا نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم، نبتدي كلامنا بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. أنا هنا معايا 5 كيلو عسل، 5 كيلو عسل أسمر، معاهم كوبايتين زيت، زيت ذرة، يعني كوبايتين بمقدار نُص كيلو، نُص كيلو زيت، ومعايا فيهم السوداني بحسب كمية كل حاجة أنتِ عايزاها، عايزة تعمليها بمكسرات دي لو حاجة بقى ليكِ أنتِ عاملاها، عايزاها تعمليها بسوداني، بسمسم، بسمسم بس بزبادي، إنما لو إحنا هنعملها مشروع فطبعًا هنقلل في الكميات شوية، يعني أنا مستخدمة نُص كيلو سمسم وربع كيلو سوداني، ممكن إن أنا أساسًا أستخدم تُمن سمسم أو ربع سمسم على الكمية، وبرضه تُمن سوداني على أساس أنتِ بتقللي المقادير شوية، إن هو مشروع عشان تقدري أنتِ تدخّلي ربح منه أكتر. المهم إن إحنا هنحمّر الأول السوداني وبعد كده هننزل بالسمسم عشان السوداني بياخد وقت أكتر من السمسم، وزي ما قُلنا ممكن نعملها سوداني بس وممكن نعملها سمسم بس. ال5 كيلو عسل أخدوا معانا مَج دقيق، يعني بُصّي الكيلو الدقيق بياخد معاكِ معلقتين، معلقتين دقيق هرم، لو هتعمليها زي 5 كيلو واخدة مَج، لو هي بالكيلو هتجيبي كيلو تحطي عليه معلقتين بالضبط، واحسبي بقى مثلًا لو أنتِ بتعملي 2 زوّدي 4، لو هتعملي 3 كيلو هتحطي 6 كده يعني. المهم إن إحنا هنقلّبه لحد ما الدقيق معانا يحمر، هتعملي كده خط كده وأنتِ بتقلّبي هيبان معاكِ الدقيق بدأ يحمر والّا لأ، ونكون مجهّزين معانا العسل وتكوني جايباه من حد أنتِ بتثقي فيه وتعملي وتنزلي بقى إيه حبّة، حبّة كده إيه، وتبتدي لمّا تنزلي وتقلّبي، يعني بين كل كيس وكيس تنزلي وتقلّبي كده الحاجة العسل بتاعِك وتنزلي على طول، يعني مش مثلًا تروحي وتسيبي فترة وتيجي تنزلي، لأ تنزلي بالكمية بتاعتِك كلّها، وما بين كل كيلو وكيلو تقلّبي معاها كده عشان برضه ما فيش حاجة مننا تلزق في حاجة، أهم حاجة تكون درجة الحرارة معانا على متوسطة، درجة الحرارة متوسطة مش عالية أوي، هي بس إحنا كنا معلّين في الأول ساعة ما إحنا كنا بنحمّر السوداني وبنحمّر السمسم، مش معلّيين أوي كمان. أول ما العسل معانا يغلي كده ويطلع كلّه معانا كده والسمسم يخش وتبتدي في الغليان، هنهدّي النار بتاعتنا 10 دقايق، يعني إحنا أول ما هنغلي هنهدّي النار بتاعتنا وهنبتدي بقى نجيب الحلبة بتاعتنا، الحلبة دي بقى جاي تروحي عند العطار تقولي له مثلًا أنا عايزة مقدار 5 كيلو عسل أو 3 كيلو عسل، 2 كيلو على الكمية اللي أنتِ هتعمليها بالضبط، تبتدي إن أنتِ إيه تقولي له عايزة الكمية بتاعتِك. ممكن تحطّي مُغات، وعلى فكرة المُغات بيتحط من الأول مع السوداني قبل ما تحطّي العسل، يعني أنتِ حطيتِ السوداني والسمسم والمُغات والدقيق بتحمّريهم الأول مع بعض، إنما لو مش هتحطّي مُغات يبقى آخر حاجة خطوة معانا الحلبة هي اللي بتتحط. هننزل بالكمية حبّة، حبّة، أنا عايرتهم ال5 كيلو عسل أخدوا منّي 12 معلقة هرم زي كده، يعني 12 معلقة، نزلت بيهم على 4 مرّات 3 معالق، 3 معالق، أقلّبهم ويدوبوا لمّا تدخل خالص ننزّل اللي بعديهم الكمية اللي معانا، بجد لو أقول لِك الريحة بتاعتها والّا الطعم فوق الخيال. عمومًا أنا هنا عاملاها بالحلبة بس، رُحت عند العطار حلبة معقودة أو أقول له عايزة حلبة المفتقة، فهي إيه بيدّيها لِك محوّجة وكل حاجة، عايزاها محوّجة بتقولي له، عايزاها كده سادة، بس أنا باحبها بتكون خفيفة بجد وطعمها الأصلي اللي هو ما فيهوش أي افتكاسات ولا تغييرات ولا حاجة خالص، وبتبقى خفيفة وطعمها فوق الخيال. تقلّبوا أهم حاجة تقلّبي الكمية بتاعتِك كويس، لإن ساعات طبعًا بتكون سخنة تعمل منِّك كلكيعة أو حاجة أو كده، فأنتِ إيه تفُكّي، أهم حاجة تقلّبيها كويس لمّا تفُك خالص وتدوب في البتاع، تسيبيها بقى على نار هادية 10 دقايق. تاخد غلوة 10 دقايق بس كده وتطفّي عليها، بجد مش هاقول لِك الريحة ولا الطعم وما فيش أي افتكاسات ولا تغيير ولا أي حاجة خالص، هي أهم حاجة إن إحنا نضبّط درجة الحرارة ونضبّط معانا ما نبقاش عالية أوي عشان العسل ما يتحرقش مننا، ودي أسهل طريقة لعمل الحلبة المعقودة أو المفتقة، ولو هنعملها مشروع بنكون مجهّزين عندنا العلب اللي إحنا تكون معقمة.
وبنجيب العلب بتاعتنا وبنقلل كميه السمسم والسوداني عشان خاطر ان احنا تكفي معانا، ما نبقاش يعني تدخل لي ربح برضو. يعني انا مثلا دي عاملاها للبيت عندي فمثلا ازود زي ما انا عايزه، انما لو مشروع ممكن استخدم سمسم بس او سوداني واقلل الكميه بتاعتها عشان خاطر إيه يعني ان انا اكسب منها. ولو عجبكم الفيديو والطريقه يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناه واللايك والشير، واشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده من قناه لمة العيله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.